سبحان الله. وهتلاعب باتشوكا طبعا فريق محترم، ايوه مش جامد زي بوتافوجو، بس الجمودية بتاعت باتشوكا ان هو فريق فاهم بعضه، فريق تقريبا بقاله شهر ما لعبش مريح، فالفريق فاهم بعضه. الفريق الخطوط بتاعتهم قريبه من بعض، بيلعبوا الكره السهله، بيباص على طول، الكره ما بتقفش في رجلهم، بينقل من الدفاع للهجوم بلمستين ثلاثه بتلاقيهم عند الجول. فده خطورتهم، ده بان وجهه نظري المشكله اللي هتقابل النادي الاهلي في الماتش، ان هو الفريق لاقي بعضه، الفريق الخطوط بتاعته قريبه من بعض، بيعرفوا يلاقوا بعض، بيعرفوا يسلموا الكره صح، ما فيش ميس باص كتير. فالفريق بيقدم كره حلوه، كره ممتعه. الوينج الشمال اللاعب المغربي اسامه ادريسي لاعب جامد قوي، لاعب جايب الجون الاول مرقص 3 4 لعيبه وحط الجون، فهو لاعب جامد يعني. غير الجون اللي هو جابه، لاعب كورته حلوه، لاعب مهاري، لاعب بيعدي من واحد واتنين بسهوله، انت ما بتحسش اللي هو تك تك بيعدي، فهو لاعب مهاري، لاعب جامد، لاعب مكمن الخطوره من وجهه نظري في